دلوقتي انت نوع من ثلاثة، عقلك بياكلك حي، مشاعرك كل يوم بتولع فيك وانت في صراع انك تطفي النار، او التكنولوجيا سيطرت عليك. كل دول انا عادي يعني. ماشي، خليني اخدك في رحلة لتحليل مشهد من اعظم مشاهد السينما في التاريخ، من فيلم انترستيلر، وكأنك اول مرة هتشوف المشهد بالمنظور ده. ازيكم حضرات؟ في حلقة جديدة من برنامج نادر العاصمة. ان شاء الله الميعاد بقى ثابت يوم الاثنين، الحلقات الجديدة. بطل الفيلم كوبر والمساعدة بتاعته خارجين بسفينة الاستكشاف من كوكب جاذبيته عالية شبه بتبلعهم، ورايحين يعملوا التحام مع المحطة بتاعتهم اللي بره الكوكب علشان يهربوا من الجاذبيه المتوحشه دي. الالتحام ده يا حضرة لازم يتم بدقه وثبات، لانه عباره عن طرف انبوب في السفينه الاستكشافيه وطرف انبوب في المحطه، لازم يتم بدقه والا هيحصل ضغط جاذبيه وانفجار. لكن وهم على بعد امتار من المحطه ينفجر الطرف منها وتبدا تدور بشكل جنوني حوالين نفسها وتتسحب للجاذبيه، وهنا هيبدا صراع متوحش بين العقل والتكنولوجيا والمشاعر. كوبر بطل الفيلم بيحرك السفينه بتاعتهم اتجاه المحطه بسرعه جدا من غير تفكير. المساعده بتساله هنعمل ايه؟ قال لها هنلتحم بالمحطة. الروبوت اللي معاهم اللي معدل ذكائه خارق بيرد بسرعة ان اللي هتعمله ده مستحيل يتم. يرد كوبر بواحدة من اعظم الجمل في التاريخ بالنسبة لي: ده مش مستحيل، ده ضروري. هنقف هنا لحظة نفهم ايه اللي حرك كوبر اتجاه الموت المحتم. اللي حرك كوبر هنا هو ما يسمى ايموشنال برايمنج. المشاعر القوية زي الحب او الخوف بتعمل اعادة توجيه للقرار وتتخطى الحسابات العقلية، واحنا هنا هنسميها شرارة المشاعر. كوبر في بداية الفيلم وعد بنته المرتبط بيها عاطفيا جدا انه هيرجع من المهمة دي، وطول الفيلم فاكرها وهي المحرك بتاعه انه يخلص المهمه ويرجع لها. طب ولو كوبر ساب شراره المشاعر للحظات زياده كانت هتولع فيها حضرتك، كان هيسرح في بنته ويحس انه خذلها والسبيل الوحيد انه يرجع بيضيع قدامه. لازم تفهم ان المشاعر شراره، والشراره لو استمرت هتقلب نار. هو استخدم شراره المشاعر انه يحرك عقله باقصى سرعه ويتجه ناحيه الحل المستحيل اللي مفيش غيره. طب ازاي العقل ياخد خطوه بالسرعه دي من غير تحليل؟ ده خد الخطوه قبل ما يسال الروبوت على اي تحليلات، لان الشراره اللي نتجت من المشاعر كانت قويه كفايه انها تتحرك للسبيل الوحيد من غير تفكير من العقل. يبقى لو كوبر العقل بس اللي بيحركه كان اتجمد من كتر التحليلات اللي كلها بتؤدي للهلاك. طب ولو اعتمد على الروبوت اللي معاهم اللي حسب الفيلم هو تصميم خارق للذكاء، النتيجه بالارقام والحسابات مستحيل الالتحام يتم. كوبر هنا ما كانش مجرد طيار بيحاول يلتحم بمحطه، كوبر كان انسان وسط فوضى قرر يتحكم في مشاعره وعقله والتكنولوجيا ويكون هو القائد ليهم. بدا يدي اوامر للروبوت يقيس سرعه دوران المحطه ويحرك السفينه بسرعه تحت المحطه ويدور بنفس السرعه، ويدي اوامر للروبوت يبدا عمليه الالتحام لان سرعه الدوران خلت المساعده يغمى عليها، وكوبر كان بيقاوم حاله الاغماء. وفضل كوبر حابس انفاسه وبيدي الاوامر للروبوت لحد لحظه الالتحام، واوامر بتحريك السفينه عكس الاتجاه عشان يوقف الدوران والخروج من الجاذبيه اللي كانت بتبلعه. تناغم بشكل خارق في استخدام العقل والمشاعر والتكنولوجيا. فهمت يا حضرتك انك لما تسال الذكاء الصناعي عن مشروع نفسك تعمله ويقول لك على دراسه الجدوى دي شبه مستحيله، لانه مستحيل يحسب ان انت ممكن تنام في الشارع عشان مشروعك او تطبق يومين او ثلاثه وتعمل حاجات مستحيله عشان تنجح. فهمت ان اللي بتشوفه على السوشيال لو سبته يحركك هيقودك لاهداف مستحيله وهيزرع افكار جواك تعجزك مش تنميك. فهمت ان مشاعرك اللي هي خوفك انك تفضل فقير او ثابت في مكانك هي محرك قوي، بس لو ما اتحركتش بعد شرارتها هتحرقك. وعقلك لو ما استخدمش كل الادوات في تناغم يبقى يتحبس في تحليلات هتعجزه وتاخره وتسبب لك شلل وتسجنك جواه. كوبر قدر يحط لكل قدره حجمها ويوظفهم مع بعض عشان يعمل حاجه مستحيل قدره وحيده تعملها. وده بالظبط يا حضره اللي انت لازم تعمله في حياتك. الخوف والاحتياج والمشاعر ما ينفعش تبقى هي المحرك ليك. عقلك لو بيحلل كتير وبيخلي كل فرصه مش مضمونه وكل خطوه مش بتتعمل من كتر الحسابات يبقى ما ينفعش يبقى هو المتحكم فيك. ولو سلمت نفسك للخوارزميات والتكنولوجيا هتوصلك لنتائج اقل بكتير من اللي قدرتك الحقيقه ممكن توصلها لك. بص جواك ودور على الشراره وخلي عقلك يدوس بنزين واستغل التكنولوجيا والتحم بالنسخه الحقيقيه من نفسك، نسخه بيحركها الطاقه والمشاعر وبيوجهها العقل وبيساعدها التكنولوجيا. ودلوقتي انت فاهم ان في مشكله لو ما قدرتش تسيطر على كل ده في تناغم. فخلينا نبدا باختبار نعرف انت ايه المتحكم فيك. هل انت الشخص اللي الخوف بيحركه والمشاعر بتاخد اغلب قراراته، ولا انت الشخص التاني اللي بيصحى يشوف الترندات والمشاهير ويكلم الذكاء الصناعي وينسى ياخد القرارات، فيلاقي انها بتتاخد لصالح الخوارزميات الالكترونيه اللي بتحركوا الاهداف بعيده المدى تخدمهم؟ يعني ايه الكلام الكبير ده؟ يعني مثلا تلاقي ابوك زمان في خطوبته راح للعروسه لقى كرسيين السفره محطوطين والخلفيه شجر نخل وازازتين الحاجه الساعه وخلص. لكن انت دلوقتي عايز تعمل فرحك على البحر، واللي يرسم الفرح ويدنج بلانر وتجيب فوتوغرافر وتعمل اوتنج واوبننج وتعمل كروت فرح وافكار مستحيل جدك يقبل بيها. طب الافكار دي جت وبدات منين؟ اكيد من تجار بيحاولوا يستغلوا مشاعر كبيره في اليوم ده وياخدوا منها فلوس اكتر. الميديا يا حضرتك بتحركك لاتجاهات كتير جدا وتزرع جواك افكار تخليك مستهلك لاقصى درجه. حتى الايفون يا حضرتك نفسك تجيبه وانت ما تعرفش اصلا قدراته ايه، ما تعرفش هو ليه غالي. فتاكد لو انت من الناس اللي بتصحى تستهلك ساعتين 3 5 من السوشيال ميديا انت بيتم برمجتك تبقى مستهلك لكل انواع التجاره في العالم. ولو ما عملتش ده تحس انك اقل من الناس وتفضل طول حياتك مش راضي ونفسك تجرب الحاجات اللي بتشوفها. خلاص يا حضرتك انا
اختار مكانك، انت برضو الشخص اللي التكنولوجيا بتحرك. والنوع الثالث اللي ما بقاش بيتحرك اصلا وبقى آلة حاسبة. قوم يا ابني اشتغل، لا انا آلة حاسبة. قوم العب رياضة، انا آلة حاسبة. الشخص اللي بيفكر وبيحسب كل حاجة، يعني المشي رياضة والهرولة رياضة والبنج رياضة والكورة رياضة. لكن صاحبنا الآلة الحاسبة مش بيشوف الكلام ده، هو بيشوف ان الرياضة محتاجة اكل غالي ومكملات وعقل صافي وحياة مرفهة، ده في الجنة بقى. فدلوقتي يا حضرة انت انهي نوع من الثلاثة؟ انت الثلاثة، انت نسكافيه؟ تسمح لي اخدك رحلة لعقلك الباطن هنفك فيها التعريفات دي حتة حتة. نبدأ بأعقد نظام اتخلق على كوكب الأرض، العقل. أغرب حليف وأخطر عدو لنفسك والعضو المسؤول عن نجاتك، لأن واحد من أهم آليات الدفاع عنده إنه يحسب ويحلل ويحس بالخطر ويحسب تاني ويحلل تاني. يعني لو الإشارة اللي داخلة إشارة خوف يفهمها غلط، يعني أنت خايف قول لي اطمن وسيبها على الله وخلاص خلصت. لكن العقل يشتغل بأقصى طاقته ويغرقك في تحميل معرفي زائد، يديك ملايين من التفاصيل اللي ملهاش لازمة ويتخيل كل حاجة بأكتر من شكل. أنت متخيل إرهاق لو تخيلنا إن ده كمبيوتر بيعمل فيديوهات بالذكاء الصناعي وكل 5 ثواني بياخدوا منه مجهود معين؟ انت بقى تتخيل مشاهد واحداث بالساعات وردود افعال مختلفه. العقل فاكر ان هو كده بيحميك، انه بيشتغل بكل الطاقه دي عشان يديك احتمالات مختلفه تقدر تستخدمها لتحليل موقفك. لكن الحقيقه هو بيعمل لك مصيده اسمها شلل القرار، يحط لك لكل خطوه 10 سيناريوهات، وكل سيناريو محتاج تحلله ب10 سيناريوهات علشان تعرف انهي خطوه احسن، وكل 10 سيناريوهات من كل 10 سيناريوهات محتاج 10 سيناريوهات عشان تعرف تحلله. خليك بقى تلف حوالين نفسك في زار كده وتحس ان اللي انت عايز تعمله صعب وشبه مستحيل. عشان كده العقل لازم يكون ليه دور في قراراتك، دور محدود بينفذه وبعدها بيسكت. مش من الطبيعي انك تبقى عامل حساب الحاجه ورد فعلها، لان ملايين من القدريات والظروف بتخلي التنبؤ باكتر من حركه شبه مستحيل. عشان كده استهلك عقلك في منهج واضح يساعدك في طريقه، استهلكه في قرار حتمي واقف على اختيار من 2، وحط لنفسك وقت للتفكير. بلاش تخلي عقلك موظف طول اليوم لان كده كفاءته هتقل وهيتعب. تاني اعقد نظام اتخلقنا بيه هو المشاعر، وزي ما وضحنا في الاول هي وقود لحاجات كتير قوي في الحياه، هي اللي بتديك الدافع انك تتحرك، تحب، تحارب، تنسحب. عشان كده اغلبنا لما بيكون مطفي المشاعر او عاش خذلان او حس بتقليل المجتمع منه بيفضل يدور سنين على الشراره اللي هتخليه يبدا يبقى النسخه اللي بيتمناها، وتلاقيه بيقول انا ما عنديش شغف اعمل حاجه. الحقيقه المؤلمه ان هو بيقول وبيستنجد باللي حواليه انه محتاج مشاعر، محتاج حد يقف جنبه يقول له انت تقدر، انا مستني منك اكتر من كده، مستني حد يشحنه بشراره المشاعر لانه بقاله كتير مطفي. شراره المشاعر لما بتفضل لوقت طويل مطفيه بتبقى عامله زي البطاريه اللي موجوده في العربيه المركونه، موجوده وجاهزه بس نايمه محتاجه توصيله خارجيه. وعشان كده في ناس في التاريخ كانت بتستنى الجرح او الفقد او الخيانه علشان يولعوا. منهم المغني العالمي امينيم بيقول في اكتر من لقاء انه لما بيكون مكسور او متضايق بيكتب اكتر، يعني لما التوصيله اتوصلت والشراره نورت بدا يكتب ويصنع في التاريخ. وفي نوع من الناس مستحيل حاجه في العالم تشحنه زياده فتحرقه، بالعكس يخرج ناره للعالم وما يحبسهاش جواه. وفي بعض من الحضارات اللي بيتفرجوا على الحلقه دلوقتي قرارهم لنزول الجيم كان بسبب شراره نورت جواهم وبتتحول لنار، فقرر يخرجها ويسخرها لبناء دبابه بشريه. للاسف يا حضره البطل اللي انت بتدور عليه علشان يخش حياتك ويغيرها ويشحنك ده شيء عقلك حطه علشان يديك امل ان لسه في فرصه ليك وممكن يجي اللي يشحنك ويخرجك للنور. انا فاهم ان مفيش اصعب من بطاريه جديده اتركنت جاهزه تشغل اقوى الالات بس محتاجه توصيله، وللاسف الاغلب عاش في بيت خالي من الشحن ده. مفيش اهل تشجع او تشحن مشاعره، مفيش صحاب بتسند بجد الا قليل. طب كفايه عياط يا عاصمه وقول لنا نشحن منين او نلاقي توصيله فين. استغل اي طريقه شحن مهما كانت، حتى لو الفيديو ده افتعل شراره لنفسك، افتكر ناس قللت منك وخليهم هم الشراره ليك، وصدقني في الطريق هتنساهم اصلا، بس النتيجه انك هتبقى اشتغلت. بس المشاعر لو كانت اقوى من شراره وهي المتحكم فيك هتفضل ماشي من غير خريطه، بتتحرك عشان تثبت لهم وتنتقم، بتتحرك عشان تداوي جرح مش عشان حلمك، بتتحرك على خريطه شبههم هم، وهتعيش دايما بتدور على تصفيه حسابات مش بناء مستقبل. الشراره ما ينفعش تبقى نار، ما ينفعش تبقى هي كل حياتك وهي كل اهدافك. وهنا نيجي لثالث اخطر متحكم في البشريه، الذكاء الصناعي. بعيدا عن خطورته في التسويق والاستهداف، ده ممكن يبقى فيديو منفصل، لكن خطورته انك تصدقه وتصدق ان هو اقوى واهم منك، لانه مهما كان عبقري بيفقد اهم حاجه بتميز البني ادم، الشراره. هو بيحسب يحلل يتوقع، لكن عمره ما هيحس ولا هيعرف معنى الاصرار وقت اليأس، ولا ليه بني ادم يكسر كل قوانين المنطق علشان وعد قاله لبنته زي مشهد انترستيلر لما كوبر قرر يلتحم بالمحطه رغم ان الروبوت قال له مستحيل، كل القوانين والتحليلات بتقول مستحيل. الذكاء الاصطناعي شافها كارثه لكن كوبر شافها ضروره. الذكاء الصناعي مش هيقول لك نام في الشارع عشان حلمك، مش هيقول لك طبق 2 أو 3 عشان تحقق اهدافك، هو مش هينفع يبقى حاجه غير اداه تستخدمها بحذر وما تخليهاش تقودك. السؤال هنا لو الذكاء الصناعي بقى اقوى مننا في التحليل، والعاطفه اقوى مننا بشرارتها وقلبت نار، والعقل متاهه ما بيصدق تدخله عشان ما يخرجكش منه غير وانت مستنزف، فين دورنا عاصمه؟ دورك الحقيقي هو التنسيق، هو انك تبقى المايسترو اللي بيوزع الادوار، يدي للعقل التحليل والمشاعر الشراره والتكنولوجيا التنفيذ، بس من غير ما حد فيهم يقود المسرح. وده يا حضره مش رفاهيه فكريه، ده مصيرك. لو مش انت اللي بتقود الثلاثه يبقى انت مجرد واحد قاعد في الخلفيه بيتفرج على حياته بتتكتب بس مش بايده. طب ازاي تبني نظام
نظام قياده داخلي. انت فيك 3 محركات، عقل بيحسب، قلب بيحس، نظام بيقترح اللي هي التكنولوجيا والعالم الخارجي. وكل محرك من دول لو سبت له العجله لوحده هيغرقك. عقلك ممكن يشلك وقلبك ممكن يولعك، والخوارزميات ممكن تشتتك وتسرقك من نفسك. عشان كده لازم تعمل زي كوبر في مشهد الالتحام، تخلق نظام قياده داخلي ونظام ليه 3 قواعد. اول حاجه، ابدا بشراره مش بعقل. مفيش فكره بدات من عقل، كل فكره بدات من احساس. انا زهقت، انا عايز اتغير، انا بحب المجال ده، انا اتقهرت ومش هقبل اعيش كده تاني. ابدا من هنا، بس ما تسيبش الشراره تولع فيك. خلي الاحساس يقيد الحلم وسيب التنفيذ للعقل، وتخلي العقل هو المهندس مش المدير. العقل شاطر في حاجه واحده اللي هي الخرايط، لكن لو سبته يمشيك هتفضل تلف في خرايط. عشان كده خطط وحلل وشكرا، دوره خلص. ثالث حاجه، استخدم التكنولوجيا كاداه مش كهويه. كل ما تستخدم الذكاء الصناعي عشان يساعدك انت بتقود، لكن اول ما تبدا تساله انا مين، اعمل ايه الصح وايه الغلط، انت كده سلمت له عجله القياده. خلي التكنولوجيا تنفذ، تقترح، ترتب وتحلل، لكن القرار دايما يخرج منك. في النهايه مشاعرك هي الشراره وعقلك هو المترجم، والتكنولوجيا هي السيف وانت القائد. وقتها بس هتلتحم بالنسخه الخارقه منك. اتفضل حضرتك، ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب وتشغل الجرس عشان القناه يعني شبه عليها عنكبوت، فعايزين نحرك الدنيا.